وهي مصنوعة من حجر بازلت شديد الصلابة، وهي ربما تكون واحدة من القطع التي صنعها الجان بأمر من نبي الله سليمان عليه السلام. هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. الدجال الآن موجود ولكنه ليس بأعور. تكشف سرا لا يعلمه إلا الأنبياء فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. مرة أخرى أتحدث لحضراتكم عن النقش العجيب، اللوحة الأثرية المعروفة باسم لوحة موسى عليه السلام والمسيح الدجال السامري، حيث كنا قد أعلنا عن هذه اللوحة للمرة الأولى في المؤتمر التاسع للاتحاد العام للآثاريين العرب المنعقد في جامعة القاهرة في الفترة 11 و12 من نوفمبر 2006. هذه اللوحة يرجع عمرها إلى ما يقرب من 3000 سنة، وهي مصنوعة من حجر البازلت شديد الصلابة، ويعتقد بأنه عثر عليها في جنوب سوريا أو خرائب اليهود في المدينة المنورة، وهي ربما تكون واحدة من القطع التي صنعها الجان بأمر من نبي الله سليمان عليه السلام، حيث أن الوقائع التي تعبر عنها اللوحة من خلال الصورة لا يدركها إلا نبي يوحى إليه. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. واللوحة تحتوي على صورة مقطع جانبي أيمن لوجه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، تشترك معه 9 صور أخرى يمكن رؤيتها كلما وضعت اللوحة في اتجاه مغاير. من هذه الصور ال9 صورة تمثل المسيح الدجال، ذلك الشر الذي حذر منه جميع الأنبياء أممهم، ولكن لم يصفه نبي لقومه كما وصفه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، حيث سيكون لهذه الأمة شرف الالتحام والاقتتال وجها لوجه مع ذلك الطاغوت الكبير. ولقد كان يكفي الموحدين في الأزمنة السابقة أن يقال لهم اجتنبوا الطاغوت أيا كان هذا الطاغوت. أما الآن وقد آن أوان خروج المسيح الدجال ليزعم أنه الله، فقد صار مستوجبا على الذين يعبدون الله الواحد الأحد الذي في السماء معرفة شخص المسيح الدجال وصورته ومن أين سيخرج ومن هم أتباعه. وإن ظهور هذه اللوحة في هذا الوقت يصب ويسير في هذا الاتجاه. لنذهب إلى اللوحة ونتعرف على محتوياتها. قبل أن نبدأ بشرح اللوحة وتفصيل جزئياتها، أشير إلى أن صانع وناقش هذه اللوحة استطاع أن يطوع مادة البازلت شديدة الصلابة ليسجل ويوثق أحداثا عاشها نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، وذلك من خلال صور رمزية. كما سنشاهد الآن اللوحة مكتظة بالصور، بحيث أننا إذا جعلناها في الوضع العمودي ألف تظهر صورة وجزئيات، ثم إذا قلبناها 180 درجة إلى الوضع العمودي باء تظهر صورة جديدة وجزئيات جدد. وكذلك إذا وضعناها في الوضع العمودي الأفقي جيم تظهر صورة جديدة. كذلك إذا قلبناها 180 درجة أفقيا إلى الوضع الأفقي دال تظهر صورة جديدة. هذا النمط، هذه التقنية من الفن لا يوجد لها شبيه في عالم الآثار على الإطلاق. اللوحة الآن في الوضع العمودي ألف، أبعاد اللوحة 30 سنتي العرض و45 سنتي الطول و10 سنتي السماكة، منقوشة ومنحوتة بحيث أن جميع هذه الجزئيات خرجت ناتئة وبارزة. واللوحة مختلطة كتابيا وصوريا،
ما نشاهده الآن هو حروف كتابية شكلت أعلى رأس هذا الرجل الذي هو عبارة عن مقطع جانبي أيمن لوجه إنسان ينظر بهذا الاتجاه.